السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مرح حلو مع تيفا في وصفة جديدة اليوم بين سلسلة المملحات اللي بديتها معكم. هنا عندنا مملحة جديدة بعجين واحد، غادي نصاوبو جوج ديال الانواع ديال المملحات، ومن بعد التزيين عطيت لكم 3 ديال الافكار ديال التزيين. الكميه كتكون كبيره بالنسبه اللي باغي يدير ان فات ولا عنده باغي غير هكا لوليداتو، علاش لا. هنا نبقاو في الوصفه. غادي في الوصفه عندي مكونات تاع نص كاس تاع الزيت وكاس ديال الحليب، 3 د البيضات، خماره ونصف تاع الحلوه، و200 غرام ديال الدقيق. هذه لا باز نتاع اي كيك مالح غادي ديروه. من بعد غادي عندي نص بصله مشلضه مع نص تاع الفلفله حمراء وخضراء، وعندي شويه ديال الشامبينيون محمر، شويه ديال الزيتون الخضر والاحمر، وعندي شويه ديال الثوم بواطه صغيره. هنا النوع جوج انواع ديال الفرماج اختياريه، ديروا اللي بغيتو. غادي نخلط 3 ديال البيضات، وغادي نبدا بعجينه الكيك هي الاولى، معاها نص كاس نتاع الزيت، نخلطو مزيان. معلقه صغيره ديال الملحه وكاس ديال الحليب. ردوا البال مع الملحه لان غادي نضيفوا الطون وغادي نضيفوا الزيتون مالح باش ما تجيناش ما يجيناش الخليط مالح. نضيف 200 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للخماره، كاين اللي كتكون الخماره صغيره يدير وحده ونصف، واللي كتكون عنده الخماره فيها 11 غرام يدير غير وحده. كنخلط مزيان حتى ما يبقاوش حبيبات في العجين ويعطينا خليط متماسك. بهذه الطريقه هذه ما ديروش الخليط ثقيل باش تجيكم العجينه خفيفه. هنا قسمت الخليط على جوج ديال الكميات. الاولى غادي نخلط فيها مكونات بوحدهم اللي هما الطون والبصله والفلفله كيتواتاو مزيان، شويه ديال الفرماج، ممكن ديروا غير فرماج الموتزاريلا، ممكن ديروا غير الفرماج المحكوك. انا هذا الفرماج كيعجبني في المملحات حيت كيبقى طري. من بعد غادي نفوت الخليط الثاني، ضفت له الزيتون الاسود والاخضر، ممكن غير واحد النوع، والفرماج اللي هو الفرماج نتاع الدهن، معاه الفرماج الاخر اللي كيبقى طري. المولات ممكن تختاروا الاشكال اللي بغيتو. انا اختاريت هاد جوج الاشكال، هذا اللي جاي طويل بحال هكا، وهذا اللي جاي بهذا الشكل اللي كيكون ماشي سميك بزاف. لكم الاختيار في الاشكال. بالنسبه للتزيين عندي شويه ديال الماسكاربون معلقه كبيره، وجبن الدهن، وشويه ديال الزعتره مع زيت الزيتون. هنا عندي لا سيبولات مع شويه لا ماسكاربون وفرماج الدهن، الزيتون الكحل، شويه فلفله خضراء مقطعه، شويه طوماط سوريز، وشويه ديال المعدنوس. هنا بالنسبه للاشكال، من بعد ما طابوا طيبتهم على 200 درجه 180 درجه تتحمروا بهذا الشكل هذا. والاشكال كما قلت لكم كيبقاو اختياريين. انا غادي نزينهم بهذه الطريقه، ممكن ديروا بحالي وممكن ديروا الاشكال ديالكم. علاش درت الماسكاربون في الحشوه؟ لان الماسكاربون كيخليها قابطه راسها، والا تكثروا من فرماج ديال الدهن وتضيفوا معاه غير شويه ديال الحليب باش تحلوه، ومن بعد تزينوا به بهذه الطريقه. كتجي الشكل ديالها بريستيج راقي للتزيين بالنسبه لبلاطويات الحفلات او لا اعياد الميلاد او لا غير لوليداتنا، علاش لا. وكيجي بهذه الطريقه هذه. نتمنى الوصفه كانت واضحه وسهله، ونتمنى انكم تجربوها وتشاركوا معايا التجارب ديالكم. شكرا لكم على حسن المشاهده، والى اللقاء مع مملحات جديده ان شاء الله. ما تنساوش البارتاج وجيم لا فيديو.